السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده هنعمل أكلة سريعة واقتصادية جدا. تمام، بربع كيلو لحمة مفرومة هنعمل منه صينية كبيرة. انا ما بقدم لكم حاجة، بقدم بأقل الإمكانيات علشان خاطر انا حاطه نفسي في اي بيت مصري. فالظروف على الكل مش عليا انا لوحدي، فطبيعي ان انا بقدم باقل امكانيات عندي، عشان خاطر انت ما تجبريش نفسك على حاجه معينه تقولي انا لا، طب انا ما عنديش الا ربع كيلو لحمه، هيعمل لي ايه ومش هيعمل لي ايه؟ لا، ربع كيلو لحمه تقدري تعملي وتاكلي اسرتك كلها. هنخش دلوقتي على المقادير ونشوف المقادير، والمقادير اللي انا هقدمها لكم دلوقتي مفيده لكل اطفالنا والكبار والصغيرين. تعالوا نشوف المقادير مع بعض، وان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الرحمن تنور رضاكم. ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ان شاء الله يوصلكم كل جديد معايا. يلا نخش على الحلقه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا نبتدي مع بعض نحط المقادير على بعضها. اول حاجه عندي هنا جزريه بشراها، وبعدين ما تربطيش نفسك بالخضار اللي عندك، بالخضار بتاعي، اي خضار عندك اعمليه. دي كوسايه بردك بشراها، على فكره من كل حاجه دي واحده، يعني ثمره واحده. تمام. دي بطاطسايه برضو اهيت. انا البطاطسايه دي كنت هسلقها لان كنت هعمل اكله تانية، فانا بقى اول ما الميه لقيتها غليت، عشان كده بصي تحس ان هي ايه، ماسكه شويه في بعضها. طلعتها وشطفتها بميه ساعه وجيت بشرها. عندي طماطميه، بس ثواني اسف لسه من على الميه على قد ما اقدر، مش عايزه ميه بردك ميه في الخضار. عندي طماطمتين اتنين بشراهم، كل حاجه بشرها بالمبشره. عندي بصلايه صغيره خالص بشراها برضو بالمبشره. عندي هنا فلفل الوان وحار اختياري، ما تربطيش نفسك بالخضار اللي انا حطاه، اي خضار عندك مشي بيه نفسك، حتى لو بطاطس بس وبصل مع الوصفه دي. عندي هنا بقى ربع كيلو لحمه اهو، مفيش غيره اهو. وعندي بقى البهارات بتاعتي، بهارات فراخ، مكعب مرق، ملح حسب رغبتك انت، فلفل اسود، بابريكا، رشه قرفه، رشه حبهان. الحاجه الوحيده اللي هم فيهم رشه قرفه ورشه حبهان بس، لكن بقيه الحاجات كلها ربع معلقه، والملح اختياري. وما تكتريش في الملح بتاعك علشان المكعب، ما تنسيش ان انت حاطه مرقه، ولسه هنحط كيس بقسماط حار اختياري. عايزه تحطيه عادي حطيه، عايزه تحطيه حار حطيه، عايزه تحطي معلقه بقسماط موجوده عندك حطيها. ما تربطيش نفسك باي حاجه. تمام. انا كده حطيت كل المقادير. هاجي بقى هنا، انا ايدي غسلاها ونضيفه، اللي جايه هنا بقى كده كل المقادير دي عجناها كده مع بعض اهي. انا عايزه اقول لك الريحه بتاعت الخضار بالبهارات بالفيجيتار بكل حاجه انا حطاها ريحتها جميله. شوفوا ربع كيلو لحمه هيعمل معانا قد ايه. خلاص كده انا عجنتها كويس جدا، ورحت غسلت ايدي وجيت جايبه هنا بوله فيها معلقه زيت واحده، وباجي عايصه ايدي زيت كده. بص انا صبعت 4 ودي الخامسه اهيت اهي. تلفيها كده على ايدك. بصوا انا تنيت اعجن فيها لغايه ما اللحمه والخضار كله مسك في بعضيه. ماشي، وجلستها خالص كلها، يعني خليتها كلها تدخلت في بعضها كده اهي. تصبعيها بقى بالطريقه دي اهي. وسط ايدي زيت، مش هتلزق معاكي ولا اي حاجه، يبقى معاكي عادي جدا. او حبه ميه لو ما عندكيش زيت، حبه ميه بس في نفس الوقت، عشان احنا كمان ما حطيناهاش زيت ولا اي حاجه، استكفيت بالدهون اللي جوه اللحمه. فهصبعها كلها بالطريقه ديت. وايه، هنشوف بقى نعمل ايه تاني بعد التصبيع بتاع الكفته. صبعتها كلها. بص الربع كيلو عمل معايا قد ايه. هاجي جايبه هنا صينيه. اول حاجه هوريلكم قبل الصينيه، انا هنا عندي بطاطس. تمام. البطاطسايه ده حوالي اقل من كيلو. تمام. البطاطسايه قطعتها اللي هي دوريات تخينه كانك هتعملي صينيه بطاطس، بس بقسم الواحده نصين. تمام. اهي السم كده، بقسم الواحده نصين. تمام. فانا دلوقتي هجيب صينيه، وبصوا الزيت المعلقه اللي انا خدتها لسه عندي يا دوبك، مسحت ايدي بس بيها ولفيت عملت بيها الكفته كلها ولسه معايا، بس احنا هنحط فيها خليط دلوقتي، فانا مش هرمي بردك الزيت. مفيش حاجه تترمي في الزمن اللي احنا فيه ده. هي جايبه هنا بقى صينيه عندي كده. تمام. وهاجي عامله كده. حاجتك لما تبقى جاهزه هتريحك وهتخليكي تخلصي بسرعه، وفي نفس الوقت مش هتحسي بملل وانت بتعملي الاكل بتاعك. اهو كده بالطريقه دي كده.
خلاص كده انا رصيتها اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه، شكلها حلو وجميل ازاي. هنزل بقى هنا بمعلقتين صلصه على الزيت اللي انا متبقي مني، هنزل بمعلقتين اهم صلصه، معلقتين اتنين ما زودتش عنهم. تمام. وهاجي نازله بقى بحبه ملح صغننين اهم. ما تنسيش ان احنا حاطين ملح في اللحمه عشان ما تبقاش حادقه. فلفل اسود حوالي ربع معلقه. ورشه بابريكا بردك حوالي ربع معلقه اهيت. وهاجي جايبه بقى ايه كوبايتين ميه. هنا كوبايتين ميه اهمت، ادي كوبايه. ما تكتريش ميه، هي اخدت اقل لان الكوبايه دي عندي كبيره، خدت كوبايه الا ربع بدي، يعني يعتبر كوبايه واحده من بتاعه الشاي. تمام. انا مش هكتر عشان خاطر الخضار عندي برضو لسه هينزل الميه بتاعته، فانا ايه مكترتش لان الكوبايه دي كوبايه كبيره اللي هي كوبايه الميه اللي هي بتاعه الطقم بتاع الشفشق ده. فانت خدي مج واحد اللي هو المج الشاي العادي. تمام. او اللي كله انا ما حطيتش غير البابريكا والفلفل الاسود والملح ومعلقتين الصلصه، ما حطيتش غيرهم، ومعلقه الزيت اللي كانت متبقيه معايا في الطبق. هاجي نازله بقى كده بالراحه خالص اهو كده كده. هدخلها بقى، انا كنت مولعه الفرن من قبليها كده. انا بقى ايه كنت هاخد بس حبه زيت كمان، لان والله انا ما حطيتش دهون خالص، فانا يعني دي معلقه زيت يعتبر خدت معلقتين زيت معايا اهو بس. ترميها على الصينيه. انا كنت مشغله بقى الفرن من قبليها، هاخدها بقى ادخلها الفرن ونشوف. بس ثواني هقول لكم انا هغطيها ازاي. بصوا عندي هنا ورقه زبده. تمام. بليتها ميه زي ما انتم شايفين كده، وجبت حاجه ماسكاها حطها كده، طلعت كبيره مش مشكله، هخليها كده اهي. غطيتها بالطريقه دي، مش هحط ورق فويل ولا هحط اي حاجه خالص، انا هستكفى بورقه الزبده بس كده. هدخلها بقى الفرن وهرجع. انا هنا هعمل لسان عصفور. تمام. هاخدكم معايا عند البوتاجاز عشان نشوف احنا هنعمل ايه، هنحط ايه عليه. انا حطيت هنا تمام زيت حوالي 5 6 معالق كده او 4 معالق. هنزل ببصلايه بشراها اهي. بصوا بقى هنا عندي البصله يا دوبك ريحتها بدات تطلع كده عشان خاطر انا لسه هحمر معاها لسان العصفور. تمام. هاجي نازله بكيس ونص لسان عصفور، ده كيس وهفضي كمان نص دلوقتي. بس انا الاول هشوف انا عندي هنا مكرونه صغيره زي دي. تمام. فانا هحطها معاهم، دي حوالي نص كوبايه، وهزود بقى من عندي انا كمان شويه عشان بس يكفي اهو كده. حطيت حوالي كيس ونص لسان عصفور وربع كيلو وربع كوبايه المكرونه دي علشان خاطر ايه يكفي بس عندك يعني معدل كيسين. انا عملت بمعدل كيسين، اختلف كيسين. انت عايزه تعملي كيس براحتك، عايزه تعملي كيسين براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. تمام. هفضل بقى اقلب كده بالبصلايه. البصلايه ما حطيتش، لا حطيت الاول البصلايه اول ما ريحتها طلعت وبدات تاخد اللون الاصفر، يعني يا دوبك اتشمعت بس في اللون الاصفر، بننزل عليها بقى بالسمنه العصفور عشان افضل اقلب فيه لغايه ما يحمر وياخد معايا لون. وهنشوف هنحط عليه ايه تاني. بصوا هنا اللون بس ولا اتحرقت ولا اي حاجه. بصوا شايفين اللون. هنزل بقى بفلفل الوان عندي ياخد تشويحه برده عشان بعد كده لما انزل بالميه واحط الشوربه اللي عندي. عايزه اديكوا ريحه جميله الالوانات كده. انا بقى غليت ميه في الكتل، حطيت فيها مكعبين مرقه. ده عود قرفه. تمام. ان انا حطيته هنا ده عود قرفه. عملت هنا ميه مغليه حطيت فيها مكعبين مرقه، ربع معلقه بابريكا، حبه فلفل اسود صغيرين، ملح حسب رغبتكم لان انا هنا وانا بحمر لسان العصفور مع البصله. انا حطيت حوالي ربع معلقه ملح عشان توحد لي اللون عندي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هزود احط بس شويه ميه كمان بس. حوالي 4 كوبايات ميه انا حطيتهم. سيبه بقى هنا كده يغلي مع نفسه يستوي. على فكره انا بصيت على الكفته لقيتها محتاجه نص كوبايه ميه، فحطيت لها نص كوبايه ميه عشان لقيت لسه البطاطس فيها ما استوتش. تمام. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه بقول لكم انا بعمل فيها ايه.
انا دلوقتي هغطي بقى على لسان العصفور واسيبه يتشرب، ولو احتاج ميه هبقى ازرق له كده حبه بحبه لما الحاجه عالجه احسن ما تعجن مني. بصوا هنا اتشرب شويه، فانا هعمل ايه؟ هديله تقريبا اهو كده، هغطي بقى على العين الكبيره دي، هديله بقى تقريبا كده عشان ما يبقاش في حاجه لازقه على الحله ولا حاجه اهو كده. بصوا الالوان بتاعته جميله ازاي، ما استواش. هحطه بقى على العين الصغيره وبعد كده هنشوفه بقى عند الغرف. تمام، خرجت من الفرن اهي. تمام، لسه مخرجاها من الفرن. هنغرف بقى الاكل معاكم وهنشوف بعد الاكل ما يتغرف. يلا هنا بقى ايه، هنفضي لسان العصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا مفلفل ازاي، مفيش حبايه فيه معجنه. بصوا الحله فاضيه خالص ازاي، بصوا الحله فاضيه مفيهاش اي حاجه خالص. لسان العصفور مفلفل ازاي والريحه بتاعته جباره. اشيل بس عود القرفه ده اهو، الريحه بتاعته خطيره. تعالوا بقى نغرف معانا بعض البطاطس. بصوا بصوا صباع الكفته ولا اتحكت مني ولا اي حاجه خالص اهي. بصوا البطاطس استوت اهي. هنا في الصينيه بوريها لكم. بصوا صباع الكفته اهو، بصوا طالعه جميله ازاي، بتشرف اي سفره عندك وتبقى اكله جميله في رمضان. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم باذن الرحمن. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. بصوا تعالوا نقدم، نشوف احنا قدمنا ايه معاها تاني. هنحط بس الصينيه دي كده على جنب. بصوا بقى لسان العصفور، وبصوا عملت سلطه. شوفوا بقى الصينيه، بصوا ربع كيلو لحمه عامل معايا اكله قد ايه انتوا شايفين. ربع كيلو لحمه. انا عايزه اقول لكم انا مبسوطه ان انا عملت الاكله دي. حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اعملي في بيتك اي حاجه بيتك مشي بيها نفسك، ما توقفيش نفسك على اي حاجه في الدنيا. خلاص يا حبيبتي، يا رب الوصفه بتاعتي تكون خفيفه وسريعه معاكم وان شاء الله تعجبكم باذن الرحمن لما تطبقوها. ما تنسونيش في اللايك. بصي بنتي عماله بتلقط فيها ازاي وانا واقفه. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. بالله عليكم ما تعدوا الفيديو ولما تعملوا لايك واشتراك. وعايزه الفيديوهات بتاعتي تعلى معاكم، وخشوا في القناه بتاعتي هتعجبكم حاجات كتيره جدا خدوا جوله فيها. وعايزه منكم تعليقات وعايزاكم تشجعوني. انتوا حبايبي وانا بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.